السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحمام شوية، ازاي توفري في عمر الحمام نفسه. بصوا يا جماعة، كان في حمامة هنا اهي، انا جايبة الحمام ده كله هو قد دي كده اهي. طبعا الكاميرا مبينة ان هي كبيرة لكن هي اصلا صغيرة. بصوا، وهو لسه في الريش الصغير ده كده، بتبتدي انتي تجيبيه زغاليل، بتجيبيه تلطفيه كده من تحت الحمام، وتبتدي بقى تجيبي عدة الشغل بتاعتك كده، تجيبي لهم خلطة زي اللي انت شايفاها دي كده، عشان تمشي مصارينهم كده، لان العلف لوحده بيخليه يتركز جوه في المصارين بتاعته. ونجيب لهم طبعا علبة المية والسرنجة زي ما انتم شايفينها كده، ونيجي نشوف طلباتهم ايه، ونبتدي بقى نزغطهم. يعني مثلا هم الحمام ده كان زمانه مثلا قدامه اسبوع ولا حاجة عشان نبيعه، انا جايباه هنا من اسبوع وهو كان قدامه كمان اسبوع. بتجيبيه تاكليه وتزغطيه علف صافي او علف على تشيش على عيش، عشان ما يجيش يتمشي كده، ما الاكل ما يتركزش جوه الفصل ويقف. وبعد ما تاكليه تبتدي تبيعيه بقى. يعني انا عندي اهوت مريش، لو عاوزه نبيعه دلوقتي هنبيعه. هو مريش كلهم. من البدايه بقى كده هنقول لكم انا بنعمل فيهم ايه. اول حاجه الحمامه بعد ما بتطلع بنجيب العيال الزغاليل يعني من تحتها وهم لسه صغيرين كده، بنحطهم عندي هنا في المطبخ في بلاستيكه، ما بيطلعوش منها خالص بصراحه، وبحطهم في جردل زي اللي انتم شايفين ده. بعد كده اللي بنزغطه بنحطه في البلاستيكه عندي، ونفضل نصغط فيه الصبح مره والمغرب مره لحد ميعاد البيع بتاعه، يوفر معاك في دوره الحمام نفسه. بدل ما يقعد عندك تحت ابوه وامه ان هو ياكل ويحضنوه شهر، لا، ممكن يقعد عندك 15 يوم، وممكن يقعد فتره قصيره خالص في البيع وتكسبي منه مكاسب كويسه خالص. يا جماعه والله اللي هيستخدم موضوع الحمام ده صح هيلبسك دهب وهيمسكك فلوس انت ما مسكتهاش في حياتك، بس تستخدمي صح. يعني مثلا لو في حمامه عندك بيضه او 2 بيبيضوا مع بعض او 3 بيبيضوا مثلا مع بعض، هتبتدي تبدلي، هتبتدي تخلي واحده كل حمامه تحتها 3 بيضات، وتخلي واحده تبيض من جديد. يعني الحمام اللي انتوا شايفينه ده انا جبته، ودلوقتي حاليا ابوه وامه الحمام معششين في المكان اللي هو كنت انا واخداهم منه. نضفت لهم العش كويس، عششوا عش نضيف، وهيبتدوا يبيضوا تاني. وفرت اهوت على نفس الاسبوع بحاله اكل وشرب، وهم هيبتدوا يبيضوا كمان مره. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.